سنتحدث اليوم عن أضرار العادة التي دمرت ملايين الأشخاص حول العالم. هل تعرف الفوائد الحقيقية لترك العادة السرية؟ معظم الرجال بعد الاستيقاظ مباشرة يحضرون الصابون لبدء اليوم أو يضعونه دائما تحت السرير مثيرون للشفقة. هناك فوائد قوية عند التخلص من العادة السرية، ولكن قبل أن أخبرك ما هي تلك الفوائد عليك أن تعرف شيئا واحدا: يوجد دائما أشخاص ليس لديهم أي انضباط جنسي أو تحكم في شهواتهم، وسيقولون لك أن العادة السرية تخلصهم من التوتر، لكنهم لا يعرفون أنها مخصصة فقط للفاشلين وتسبب سرطان البروستاتا. أليس هذا مثير للاهتمام؟ رغبتهم في اللعب مع أنفسهم قوية جدا لدرجة أنهم يختلقون ادعاءات كاذبة، وعندما تسألهم من أين حصلوا على بياناتهم سيشيرون بعض الممرضين العشوائيين، ربما الممرضين أنفسهم الذين حقنوهم بلقاح كورونا. اسمع، أنت تعرف جيدا أنها لا تجلب لك أي فائدة. لماذا لا تتوقف عن محاولة البحث عن أسباب للعب مع نفسك؟ في هذا الفيديو سنستعرض أكثر من 5 فوائد قوية عند ترك العادة السرية، وبعد نهاية هذا الفيديو لن ترغب أبدا في الرجوع لها مجددا، لأن هذه الفوائد أقوى من أن نتجاهلها. رقم 1: أن تصبح نفسك الحقيقية. يصف العديد من الرجال الذين تخلصوا منها بأنه شيء سحري، وستصبح لديك قوة خارقة وكأنك تمشي على الماء. هذا ليس صحيحا، الحقيقة أبسط من ذلك بكثير. لقد أصبحت أنت مجددا، وأصبحت ذاتك الحقيقية الخالية من أي إدمان أو سلوك قهري، واثق من نفسك، مليء بالطاقة، متحمس، مبدع وعاطفي. فكر في الأمر جيدا، كل هذه الأشياء أنت الآن تريد الحصول عليها، ولكن أنت لديك من قبل أن يولد الطفل بهذه السمات، ولكن في مكان ما من الحياة وقعت في فخ الإدمان السيء الذي جعلك قوقعة لنفسك المتوحشة. ثقافة ترك العادة السرية ليست مجرد علوم زائفة، ولكنها حقيقية جدا. يبدأ دماغك في إعادة توصيل الأسلاك، وتعود حساسية الدوبامين لديك إلى وضعها الطبيعي بمجرد القضاء. هذا الإدمان القدر، لذا لا تسمينها قوة خارقة، لأن ذلك يجعل الأمر يبدو أقل واقعية وجدية. مجرد إدراك أنك ستعود إلى ذاتك الحقيقية. خذ ذلك على محمل الجد، وتوقف الآن. إذا كنت تريد الوصول إلى أهدافك، رغباتك وأحلامك، إذا كنت تريد أن تصبح ناجحا. رقم 2: أنت تصبح أكثر تركيزا ووضوح. التخلص من العادة السرية سيجعلك أكثر وضوحا عقليا. كيف يمكن ذلك؟ ترتفع مستويات الدوبامين لديك عندما تشعر بالمتعة الفورية، فما ينهار كل شيء بعد فترة وجيزة أن انفعال الدوبامين بهذه السرعة يفسد تركيزك ووضوحك. بعض المدمنين عليها سينفعلون ويقولون إن هذا غير صحيح. سوف يقولون إن متعة ما بعد الصابون تزيد لوحة وتركيزك. اسمع، السبب الوحيد الذي يجعلك تبدو واضحا بعد القذف هو أن حالة الشهوة جعلتك فاشلا وغير قادر حتى على التفكير بشكل فعال. يبدو لك أنك تكتسب قدرا كبيرا من الوضوح، لكنه مجرد وهم، لأنك في الواقع تخرج فقط من هذا الوضع الشهواني الهمجي. ابتعد عن ذلك، بعدها ستزداد وضوحا وتركيزا إضافيا. بهذه الطريقة للحصول فعليا على مستويات عالية من التركيز والوضوح لا ينبغي عليك استخدام هذا النوع من السرطان إطلاقا. عندما تشعر بظهور حالة الشهوة، فإن العادة السرية ليست أفضل طريقة للتعامل معها. بدلا من ذلك يجب عليك استخدام شهوتك لصالحك، لأن حالة الشهوة ليست أكثر من طاقة جنسية، ويمكن دائما استخدام الطاقة بشكل منتج أو مدمر في المرة التالية التي تشعر فيها برغبة القيام بها. خذ حماما باردا واذهب لتتمرن. بعدها ستلاحظ زيادة كبيرة في الطاقة، وستحصل على مستويات هائلة من الوضوح والتركيز. معظم الرجال لن يفعلوا ذلك، لأن تلك الحالة الشهوانية تضغط عليهم. سيفضلون الاستلقاء في فراشهم والاستمناء فيه. سيقولون لأنفسهم أن هذا ممتع. اخرس، شهوتك تتحكم بك بدلا من أن تتحكم فيها. مثيرون للشفقة. رقم 3: الزيادة في طاقة الحياة. يحمل الرجال طاقة الحياة في أجزائهم السفلية. اعتبره أساسا لوجودك الجسدي، سواء كنت رجلا أو امرأة. عندما تطلق طاقتك في امرأة، فإنها تتحول إلى إنسان حي. هل تدرك مدى قوة هذا؟ ومع ذلك فإن 99 من الرجال يهدرون طاقتهم عدة مرات في اليوم، يسكبون بذورهم على أنفسهم. مثيرون للشفقة. عندما تخضع لرغباتك ستشعر دائما بالفراغ والبطيء والتعب الشديد. بعد ذلك لم يكتسب أي رجل الطاقة من خلال الخضوع للعادة السرية، لكن عددا لا يحصى من الرجال اكتسبوا الطاقة من عدم خضوعهم لها. لماذا؟ لأنه يبقى للطاقة حياتك داخل جسمك. يمنحك هذا ميزة كبيرة على الأشخاص الذين يقفزون مثل الدودة الصغيرة. بذورك
هي إحدى أقوى الأشياء في جسمك. إذا كنت تعرف كيفية استخدامها، يمكنك استخدامها لإنتاج طفل، يمكنك استخدامها للحصول على طاقة إضافية، أو يمكنك إفراغها في الأرض. وعلى جدران الحائط كن حريصا على كيفية استخدام. رقم 4: زيادة الروحانية. الذين يمارسونها يفتقرون للوعي التام، لذلك فإنهم لا يعرفون حتى ما تعنيه الروحانية. اسمع، إن مفهوم الإقلاع عن الاستمناء، سواء أدركه الناس وأم لا، فهو عملية روحية. يتعلق الأمر بالتراجع والعودة إلى الحالة الأصلية الأكثر طبيعية. يتعلق الأمر بالانضباط لنصبح أكثر تحكما في أنفسنا. ومع ذلك فإن النمو الروحي أمر معقد. أنا بنفسي مجرد طالب في الروحانية، ولدى الكثير لا تعلمه، لذلك لن أتحدث بما يتجاوز معرفتي في هذا النظام. رقم 5: الانضباط. لنفترض أنك لا توافق على كل هذه الفوائد، دعونا نتظاهر بأن كل هذا كذبة، وأنه لا توجد وفوائده إطلاقا. الرجل الذي لا يمارسها لا يزال يتفوق على الرجل الذي يقوم بها. لماذا؟ لأنه أكثر انضباطا، لأنه يعرف كيف يقاوم الإغراءات والرغبات البدائية ويتحكم في عقله. الآن من الواضح أن فوائد تركها حقيقية جدا. أظهرت الأبحاث أنها تجعل مستويات الدوبامين لديك إلى مستوى عال جدا، وأنه بعد ارتفاعه بهذه النسبة العالية تنخفض المستويات فجأة وبشدة، الأمر الذي يحدث مع الكثير من الآثار الجانبية. لكن حتى لو اتفقنا مع الأشخاص الذين يخضعون لها، وحتى لو ألقينا الأبحاث كلها خارج النافذة وتجاهلنا أعيننا فقط بسبب الانضباط وحده، فإن الرجل الذي لا يقوم بها أفضل بكثير من الرجل الذي يستمني مثل الدودة. تذكر هذا دائما. سنستند أيضا إلي فتوي ما حكم العادة السرية. الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. العادة السرية وهي ما يعرف عند الفقهاء بالاستمناء، أي طلب خروج المني، سواء كان ذلك باليد أو بمتابعة نظر لمحرم أو سماع ما يؤثر لتحريك الشهوة أو بمجرد التفكير بقصد خروج المني. والاستمناء حرام بجميع أشكاله وبأي طريقة كان، كما هو مذهب جمهور أهل العلم. قال الإمام الشيرازي رحمه الله: ويحرم الاستمناء لقوله عز وجل: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. يمكن الاستدلال على تحريم الاستمناء بثلاثة أشياء. الدليل الأول قوله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فقد حصر الله تعالى الاستمتاع بالاستمتاع بالزوجة، فكل استمتاع آخر فهو استمتاع محرم. وقد سمى الله تعالى من ابتغى المتعة بغير هذين الطريقين معتديا، والاعتداء لا يكون إلا حراما. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد استدل الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه على تحريم الاستمناء باليد. الدليل الثاني قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وموضع الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم حث من استطاع الباءة، وهي القدرة على الوطء، على الزواج، فإن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وقاية من الفتن ومن الوقوع في الحرام. ولو كان الاستمناء جائزا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثالث قد ثبت أن للعادة السرية أضرارا صحية تلحق بمن يمارسها، وأكد أهل الاختصاص من الأطباء أنها تؤثر على كفاءة الرجل في حق زوجته في المستقبل، كما أنها قد تؤدي إلى العقم وإلى ضعف التركيز وغير ذلك من الأضرار الصحية التي لا تحمد عقباها. فالواجب على كل من ابتلي بالعادة السرية التوبة بالإقلاع عنها فورا، والابتعاد عن كل ما يثير الشهوة من نظر وفكر محرمين، والابتعاد عن الأطعمة التي تثير الشهوة، والإكثار من الصوم، فإنه له وجاء، أي وقاية من الحرام. والله تعالى أعلم.